تحية طيبة، السلام عليكم. بعد الضجة الكبيرة التي أحدثها تصريح رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم أمس، الذي تكلم عن ما حصل من ظروف قبل نهائي كأس إفريقيا 2025 بين المنتخب المغربي والمنتخب السنغالي، ضجة كبيرة أثارتها التصريحات، خصوصا وأن التصريحات هذه كانت تصريحات جريئة شجاعة، حقائق تم التكلم عنها، لم يخفي كل الحقائق المعطيات، لأنه يعلم أنه سيتم معاقبة منتخب بلاده، سيتم معاقبة الرئيس، المدرب، بعض اللاعبين، إلا أنه يعرف أنه ما يخسر حتى شيء لو يتكلم الحقيقة ويبين كل شيء للرأي العام، للاتحاد الدولي لكرة القدم وكل متابعي الكرة الإفريقية وكرة القدم العالمية، وليس فقط كرة القدم داخل كأس إفريقيا. لهذا اليوم يتم طرح سؤال واحد: أين موقف الاتحاد الجزائري من كل هذا؟ أين موقف الجزائر من كل هذا؟ أين موقف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي مما يحصل في الكرة الإفريقية؟ أكثر من تعرض للظلم في الكرة الإفريقية في السنوات الأخيرة هو المنتخب الجزائري. اليوم لاحظنا أنه كأس إفريقيا كانت فيها فضائح كبيرة، خصوصا في نهائي كأس إفريقيا لاحظنا أنه تم كشف كل شيء ما لم يتم كشفه خلال مباريات الدور الأول، الدور الثمن النهائي، الدور ربع النهائي، الدور النصف النهائي، تم كشفه في الدور النهائي، لأنه كانت فيها ضجة كبيرة سواء قبل المباراة أو حتى أثناء المباراة وبعد المباراة، وهذا خلى الكرة الإفريقية وكواليس الكرة الإفريقية مادة دسمة لوسائل الإعلام في أوروبا أو حتى في أمريكا الشمالية، وهذا اللي خلى الاتحاد الدولي يقلق على الكرة الإفريقية وعلى ما يحصل داخل الكرة الإفريقية وداخل الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. شاهدنا في الأيام الماضية أنه الأسطورة الإفريقية صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم خرج وندد واستنكر وتحدث عن ما يحصل في الكرة الإفريقية، وتحدث عن ظلم بلاده أمام منتخب المغرب، وتحدث عن عديد الأشياء خاصة التحكيم في إفريقيا. بعدها تم معاقبة رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو ب4 مباريات لا يحضرها مع المنتخب الكاميروني، إلا أنه بعدها خرج في وسائل إعلام فرنسية وتحدث وندد وقال كل شيء من دون أي خوف، خاصة وأنه صامويل إيتو لاعب من الطراز العالمي ومعروف على المستوى العالمي، وكلمته مسموعة في وسائل الإعلام وحتى في متابعي كرة القدم عبر العالم وليس فقط في الكرة الإفريقية. لهذا يعلم أنه كلمته راح تكون مسموعة وتوصل لوين راه وحاب، خاصة أنه شجاع وما يخافش ويدافع على بلاده كما لازم. صامويل إيتو شفناه أنه ما خافش وتحدث سواء قبل العقوبة أو حتى بعد العقوبة. اليوم جاء الدور على رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم عبد الله فال، الذي تحدث عن ما حصل قبل مباراة نهائي كأس إفريقيا. تحدث عن الجانب الأمني، أنه لم يتم توفير الأمن للبعثة السنغالية عند تنقلها إلى العاصمة المغربية الرباط. تحدث أيضا عن المركز التدريبي للمنتخب السنغالي قبل انطلاق مباراة النهائي والتحضير للمباراة النهائية. تحدث أيضا عن ما حصل داخل هذه المباراة. تحدث عن الاحتجاجات التي قام بها والاحترازات التي قام بها قبل انطلاق هذا اللقاء، سواء مع رئيس أو الأمين العام للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أو حتى مع عضو المكتب التنفيذي فوزي لقجع ورئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، خصوصا وأن هذا كان مهم جدا لأنه البلد المضيف وكذلك له علاقات كبيرة مع الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم وكذلك مع اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا. لهذا كان تواصل مع الفوزي لقجع إلا أنه قال هذه هي إفريقيا. تواصل أيضا مع الأمين العام موسينغو، قال له الجامعة المغربية وكذلك المغرب هي من تقوم بتنظيم كل شيء، يعني هذا حصل في هذا. لكن رئيس الاتحاد السنغالي كانت عنده الجرأة ونشر بيان وندد بكل ما حصل له في النهائي قبل النهائي يقول، وتم الاستجابة لكل المطالب التي طالب بها في هذا البيان بعدها بساعات فقط من قبل الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. بعدها في النهائي شاهدنا حدث ما حدث خلال هذا النهائي من تجاوزات الجانب التحكيمي، الجانب التنظيمي، شاهدنا أمور خارج كرة القدم خلات المباراة تخرج عن نطاقها الكروي، لأن الاتحاد السنغالي
كمل في نفس الوتيرة وفاز بالمباريات رغم أنه كان يعلم أنه هناك شيء يطبخ. كان قالها رئيس الاتحاد السنغالي أنه لما شفنا الأمور بهذا الشكل لاحظنا أنه كاين أشياء راهي تطبخ في الخفاء، وإحنا رانا رايحين يعني في بسفينة من دون قبطان. هذا يعني أنه كانوا واجدين ومجهزين نفسهم نفسيا لكل شيء، خاصة أنه حيواجهوا البلد المضيف. دخلوا واجهوا البلد المضيف، واجهوا الحكم، حادث التسمم، تسمم 3 لاعبين قبل انطلاق اللقاء، وحدث ما حدث خلال هذا اللقاء. وبعدها المغرب خرجت تريد الانتقام وبعد ذلك، إلا أن رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم عبد الله فال عاد وتكلم وأوضح كل شيء، وقال أن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم مخطوفة، والمغرب هو من يسيطر عليها، وهو من يتمسك بزمام الأمور في الكاف وفي الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. تصريحات جريئة شجاعة، كانت تحتاج إنسان جريء وشجاع ليتحدث عن هذا الشيء، لأنه تضرر بعض الشيء مما يحصل في الكرة الإفريقية، تضرر لمرة واحدة، لأنه المنتخب السنغالي لعب كل الأدوار بشكل عادي جدا من دون أي ظلم تحكيمي، من دون أي تجاوزات. لعب الدور الأول، أنهى الدور الأول في المركز الأول، لعب الدور الثمن نهائي بشكل عادي، ربع نهائي بشكل عادي، الدور نصف النهائي بشكل عادي، إلا أنه في الدور النهائي عند مواجهة البلد المضيف، البلد المضيف كنا نعرف أنه يريد الفوز بكأس إفريقيا بأي ثمن كان، لهذا تعرض إلى هذا الشيء، لكن كان وجه لوجه، وكذلك كان قد وقف الند للند لهذا الخصم، وكذلك كان بالمرصاد للمنتخب المغربي، وكذلك فوزي لقجع والكولسة الإفريقية، وفاز بالتاج الإفريقي وتحدث بعد التتويج وما خافش، لأنه يعلم أن المنتخب السنغالي في قادم المواعيد وفي قادم الأيام راح يتعاقب من قبل لجنة انضباط الخاصة بالكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، إلا أنه هذا ما يمنعش أنه ما يتحدثش وما ينددش وما يستنكرش وما يحكيش على الظلم اللي تعرض عليه منتخب بلاده، وما يحكيش على واش حصل في الدور النهائي. لهذا تحية كبيرة لرئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم عبد الله فال على ما صرح به لوسائل الإعلام الفرنسية، وكذلك تحية كبيرة لصامويل إيتو الذي تحدث في عديد المرات عن ما يحصل في الكرة الإفريقية. لهذا اليوم نطرح سؤال واحد: أين رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم من كل هذا؟ رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم هو رئيس تم انتخابه منذ سنة من الآن، لا يملك أي شيء في الكرة الإفريقية، لا يملك أي لوبي داخل الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، إلا أنه توج بكأس إفريقيا وعرف كيفاش يواجه الكولسة الإفريقية والكولسة المغربية في عقر داره وفي المغرب. إلا أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم يملك رئيس هو عضو في المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم، الا اننا لم نسمع صوته الى غاية اليوم. صحيح انه الاتحاد الجزائري لكرة القدم نشر بيانا منذ ايام على الظلم التحكيمي وعلى ما حصل في هذا اللقاء، وطعن في قرارات وعقوبات الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم فيما حصل في مباراة المنتخب الجزائري ونظيره النيجيري، الا ان التصريحات الشفهية لرئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم في هذا التوقيت بالذات ستكون مهمة جدا وتضر بالكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم وبالتجاوزات الموجودة في الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وكذلك فضح كل ما يحصل وفضح كل الممارسات التي تقوم بها بعض الشخصيات وبعض الوجوه في المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم وبعض اللوبيات الموجودة في الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. نعم، تعرضنا للظلم في أرضية الميدان، تعرضنا للظلم أيضا حتى من جانب العقوبات. لماذا لا نستنكر ولماذا لا نندد ولماذا لا نتحدث؟ خاصة أنه عندنا معطيات، عندنا أدلة، عندنا كل شيء وش راهو يصرى، نعرفوا شكون راهو في اللوبي هذا، نعرفوا العصابة الموجودة داخل الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، نعرفوا من يعين الحكام، نعرفوا الحكام المعينين، نعرفوا الحكام الذين تم إبعادهم رغم أنه عندهم إمكانيات كبيرة في جانب التحكيمي في كأس إفريقيا. أحسن الحكام في إفريقيا تم إبعادهم من الدور النصف النهائي والدور النهائي من هذا الكأس. لماذا لا يتم التنديد؟ نعم، كإعلاميين نتحدث، كناشطين نتحدث، إلا أنه تصريح رئيس الاتحاد شيء آخر، تصريح عضو في المكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم مفيد جدا ومؤثر بشكل كبير. ماذا استفدنا من عضوية
الاتحاد الافريقي لكرة القدم والمكتب التنفيذي في الكاف نريد فائدة من هذا. الجزائر دخلت في الكونفدرالية الافريقية وكذلك ولجت عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم بغية الدفاع عن مصالحها الخاصة، خصوصا فيما يخص الكولسة وكذلك الظلم التحكيمي في المنافسات الكبرى. إلا أننا رغم هذا تعرضنا للظلم التحكيمي وكذلك للكولسة، ومن الجانب التنظيمي تعرضنا إلى الظلم حتى من الجانب الإعلامي هناك في كأس أفريقيا، وفي جوانب عديدة من استفزازات، من كذب، بهتان، وكذلك بعض الأخبار الكاذبة. إلا أنه لم نلاحظ أي ردة فعل من جانب الاتحاد الجزائري لكرة القدم. وجب الضرب بيد من حديد، لأنه هذا هو التوقيت المناسب لضرب الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم ولتوضيح كل شيء، خاصة فيما يخص التجاوزات والتلاعبات التي يقوم بها الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم في الآونة الأخيرة، رغم أننا نعرف أنها ستتواصل رغم كل هذا. إلا أن الاستنكار والتنديد والمطالبة بالمساواة ضروري في هذا التوقيت لتوضيح كل شيء للعالم والاتحاد الدولي لكرة القدم. إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو مشاهدينا، نشكركم على طيب إصغائكم ومتابعتكم. في أمان الله.